عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هبدا معاكم اليوم من اوله كده، وزي ما انتم شايفين حضرنا فطار وهناكل بقى كده ونقول بسم الله، وهنبدا ان شاء الله مع بعض الفيديو ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى النهارده هننضف ايه المطبخ، وده كان هنا اللي كنت بوريكم ان انا عملت الشباك، بس ده مكان اللزق يعني ما كانش عايز يطلع، بس انا صبنته تمام زي ما انتم شايفين كده. يعني ابتديت من فوق الاول، ابتديت بالشباك وبعد كده رحت ايه عامله المطبخ. طبعا دي التنظيف اللي قبل الشتاء ومش قبل الشتاء، يعني هي التنظيفات عامه، يعني كل فتره احنا بننظف مش عشان الشتاء ولا حاجه، ده الطبيعي يعني. ان احنا كل ما بنحس ان الدنيا كده اتبهدلت بنحاول ان احنا ننضفها اول باول يعني. بس ده كان تنظيف بقى قوي كده وعميق للمطبخ، يعني جبته من فوق ومن فوق المطبخ من فوق، يعني بغير بحط اللي هو شفت السفره بتاعه الاكل اللي احنا بناكل عليها دي، انا بفرشها عليها بعد على المطبخ من فوق. بحب بقى لما باجي اصبن بتبقى الدنيا زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا ما عرفتش اصور معاكم بقى فوق المطبخ. المهم هنا صبنت كل المطبخ ده وصبنت الحيطه من فوق كلها ونشفتها. معلش انا مش عارفه التصوير واضح معاكم ولا ايه. وزي ما انتم شايفين كده بصوا يعني بالموب ده صبنت وبعد كده شطفت وبعد كده نشفت تمام. بس هنا كنت بوريكم بقى، معرفش اللقطه دي المفروض كانت تيجي بعد اللقطه الاولانيه، بس معلش بقى. هنا كنت بوريكم بقى ان انا كنت يعني عملت بالموب الجزء ده تمام، باللي هي المساحه ديت وبس، وشطفت بقى الحيطان كلها وشطفت برضو المطبخ من فوق وكله كده زي ما انتم شايفينه بيلمع زي الفل ما شاء الله. تمام. هنخش بقى على ايه البوتاجاز بقى. انا كده جبته من فوق لتحت، يعني جبته من فوق المطبخ من فوق خالص، وبعد كده غسلت المطبخ الظرف تمام والحيطان برضو اللي فوق، وبعد كده نزلت بقى ايه على اللي تحت شويه. هعمل بقى دلوقتي البوتاجاز عشان ايه اغطيه كده واخلص منه. اهم حاجه عندي بالنسبه لي البوتاجاز، يعني بياخد وقت في التنظيف شويه، بس هو بفضل الله نضيف، يعني لان انا ايدي فيه يعني اول باول على طول، ما بيسيبوش ايه الدهون تتراكم عليه. يعني حتى في كل اول حتى وانا بطبخ بغسله، يعني انقل الحلل عشان لو انا خلصت ممكن اكسل عليه، ولو سبتيه يوم على يوم هتلاقيه اتبهدل منك. فحاولي ان انت يعني ايه ايدك فيه اول باول كده تمام. بس زي ما انتم شايفين بقى يعني غسيل البوتاجاز ما فيهوش مشكله، بس انا كنت بغسل هنا باللهلوبه اللي هي البطرمان ده. اللهلوبه ده ممتاز جدا زي ما انتم شايفين، بيدوا لمعه كده البوتاجاز وبينضف الصراحه. فقلت بقى ايه ابدا اي حاجه بقى عندكم قطن كده تستخدميها، تيشرت قديم اي حاجه قطن، بحس ايه بتلمع خالص الاستانلس. بتشطفيها بتقعدي تغسليها وتغسلي وتشطفي تغسلي وتشطفي البوتاجاز زي ما انتم شايفين، وبعد كده بتستخدمي برضو حاجه قطن ناشفه زي كده وتلمعيه زي الازاز بالظبط، تلمعيه كده يبقى زي الفل معاكي. بس وهنا كنت غسلت العيون، بس ما جبتش بقى طبعا وانا بغسلها معاكم عشان انتوا عارفين يعني، وغسلت الحوامل بتاعته زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك بقت زي الفل اهي. وبس كده يعني غسيل البوتاجاز انتوا عارفينه يعني. بس هنا كنت بوريكم غسلت الزراير وكل حاجه وكل اللي تحت ده ولمعته كله وغسلته وشطفته وخليته زي الفل. هغطيه بقى وهركنه كده على جنب وهغسل بقى تحتيه. هنا بقى البوتاجاز الصغير ده صراحه مسته، وغسلت طبعا الحيطه اللي وراه واللي جنبه. البوتاجاز الصراحه يعني الصغير ده حلو، بتعرفي تلفيه تغسلي تحتيه وتخش تغسلي جنبيه، لكن البوتاجاز الخمس عيون ده الصراحه يعني ما نعرفش من وجهه نظري انا لخمه وتقيل جدا، وما بتعرفيش تنضفي تحتيه لما تيجي تنضفي، بالذات بقى لو انت مقفله مثلا تحت الحوض. انا مش مقفله طبعا لان انا قاعده في شقه مؤقت، دي مش شقه يعني دايما. فبالنسبه لي بقى ايه ان الصغنن ده سهل بقى في اللف، انك تلفيه فيه شمال وتنضفي تحتيه وتجيبيه كده. يعني الحمد لله صراحه احسن من الخمس عيون. الخمس عيون ده او السته عاوز مطبخ كبير بحيث ان انت تعرفي تحركي فيه البوتاجاز، لكن المطبخ الصغير دوت يعني بالنسبه لي انا حلو البوتاجاز الصغير الصراحه. بس زي ما انتم شايفين صبنته ودعكت الارض طبعا بكلوركس الوان بقى، الارض والحيطان بغسلها بكلوركس الوان احسن حاجه، وساعات كمان بحط اللي هي اللهلوبه دي. وهنا كمان عملت تحت الحوض زي ما قلت لكم كان مش مقفله، وغسلته برده كويس وشطفته اهو خليته زي الفل. ورحت بقى طالعه فين، كملت بقى لفيت كده دخلت على الرخامه وعلى السيراميك اللي جنب الرخامه، يعني نظفت المطبخ تنظيفه حلوه كده عميقه زي ما بيقولوا. بس يعني طبعا الحمد لله احنا مش بننظف على الشتاء بس وعلى الصيف وعلى الحاجات دي ولا على العيد، لا الواحد دايما ايده في الحاجه اول باول عشان ما تتراكمش الدهون وما تبقاش نظيفه كده. فلما تكون ايدك في الحاجه ما تتبهدلش منك، يعني ما تبقاش مجهود عليكي. وهنا برضو الغساله شلتها ومسحت تحتها، ما جبتش بقى وانا بدعك، يعني انتوا عارفين انا بدعك بالفرشه، ونضفتها وخليتها زي الفل. وبرضو نضفتها ورجعتها مكانها. جت بقى الحته اللي انا بفرشها دي خلاص اللي هي اللي قدام دي، شلت طبعا الادراج والغساله زي ما انتوا شفتوا وغسلت تحتيهم. وهنا بقى الحته دي اللي انا بفرشها برضو غسلتها كويس جدا وخلصت كده. كان الفيديو خلص، انا جريته لكم عشان مبقاش طويل وتزهقوا، بس عشان تشجعوا بس كده. وايه لو انت لسه مكسله قومي اعملي اللي وراك عشان الوقت زنق.
وكمان فرصه والولاد في المدارس كده تنجزي كده في فتره الصبح دي. على فكره انا بحب احط الصينيه كده، عشان في ناس بيقولوا الحاجات دي قديمه من امهاتنا كانوا بيحطوا كده، انا بحب زي امهات زي امي يعني احطها كده. فبحب احط الصينيه ورا مش عارفه بحبها. في ناس بتقول لك لا مش حلوه ومش، بس انا مش شايفه ان هي مفيهاش حاجه يعني. المهم انا خلصت، وطبعا صبنت برضو الرخامه دي، شلت كل ده والعجين وكله والتوابل وكل ده اتغسل واتلمع. وغسلت برضو السيراميك اللي حواليه كنت بوريكم. بس انت كمان لو مكسله كده استعيني بالله وقولي بسم الله واعملي، لانك انت هتعملي مفيش حد هيجي يعملك، انت اللي هتعملي. فاعملي الحاجه اول باول عشان تبقى سهله عليكي. فبس كده المطبخ هنا بفضل الله، بفضل الله وحده نضيفه بقى زي الفل. الحمد لله. وخلاص كده ظبطته وطبعا بس كده. بس لو وصلتوا بقى لحد كده حطوا لي لايك، عشان انتوا بتتفرجوا مش بتحطوا لي لايك، واللايك ده مهم والله عشان نروح ناس كتير والقناه تكبر. وكان طبعا انا عندي اكل، فعملت لهم بقى حاجه حلوه كده، عملت لهم كيكه. فما لحقتش بقى اصورها لكم، يا طالعه كلناها، اللي كان بالشوكولاته كل، واللي كان بالفانيليا كل. والحمد لله. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، ويا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه باي حاجه بسيطه. وشكرا جدا لكم، ويا ريت تحطوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه، وشكرا جدا والسلام عليكم ورحمه الله.